تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. المنتخب المصري يفوز على أوغندا بهدف قاتل في آخر دقايق اللقاء. أداء مخيب للأمال؟ أنا عن نفسي شايف غير كده. ليه؟ لأن كوبر من أول يوم وهو كده. لا تسألني عن الأداء القوي والممتع، بل اسألني عن النتيجة. أفريقيا كلها اتغيرت، وكل الفرق بقى فيها لعيبة محترفة في أكتر من دولة أوروبية، وكلهم أساسيين مع أنديتهم. الخريطة الأفريقية الكروية يا سادة بتتغير، وبكرة نشوف منتخبات ما كناش بنسمع عنها في طبق اليوم بتفوز بالبطولة. وانت كمان لاعبتك اختلفت. جيل 2008 و2006 و2010 بلح بخ مش موجود. المنتخب ما عادش فيه لا عمرو زكي ولا متعب ولا تريكة ولا بركات ولا عيد عبد الملك ولا محمد شوقي ولا احمد حسن لا، لسه في الحضر الحقيقة. ربنا يطول لنا في عمره. بس هو كام سؤال من خلال الطريقة الدايمة لهيكتور كوبر. ليه عبد الله السعيد بره ورمضان اللي جاي يتنك على اللي خلفونا هو اللي بيلعب؟ ليه تريزيجيه يمين مع انه بيلعب على طول شمال وعامل جبهة ممتازة مع عبد الشافي هجوما ودفاعا؟ ليه محمد صلاح في القلب وهو كل خطورته على الطرف اليمين؟ ليه عمرو ورده؟ على العموم تغييرات كوبر باستثناء ورده كانت كويسه وصححت الشكل العام للمنتخب. كهربا احتاج بس 10 دقايق او اقل عشان يقلب الماتش لصالح المنتخب. من جاور الفولت ينور، شوف لنا فيشه جنبك يا ابني. كهربا هدي على كورته، بص كويس، يمرر لمحمد صلاح بالمليمتر. صلاح يعمل ترقيصه يخرج دفاع اوغندا كله بره الماتش، يمرر لعبد الله السعيد اللي داخل دخلة انك لميت وانهم لميتون، وجول. الحمد لله. كل التوفيق لاي 11 راجل يلبسوا تيشيرت المنتخب، وان شاء الله يا رب نفرح كلنا. كلمتين في الاخر بس. الناس اللي بتهاجم النني، هو انتوا بتكونوا موجودين والنني بياخد التعليمات من مديره الفني سواء في المنتخب او في ارسنال؟ النني يا سادة بيطلب منه 1 2 3 وعليه هو بينفذ، وعليه برضو النني احسن لاعب عند مديره الفني هنا وفي انجلترا. بس اخبار سريعة عن الزمالك. باسم مرسي يجدد موسمين. للامانة كان نفسي ما يحصلش، وكان نفسي يمشي عشان يعرف قيمة النادي اللي هو فيه وتيشيرته وجمهوره. على العموم وبكل أسف باسم خسر جزء كبير من تعاطف الزملكاوية معاه، وهياخد وقت كبير جدا على ما التعاطف ده يرجع. الزمالك يتعاقد رسميا مع أحمد مجدي جناح الإنتاج الحربي. لاعب ممتاز، سريع، مهاري، شويط، بيشوط فاولات أكتر من ممتاز. الزمالك كان عايزه من أيام ما كان في غزل المحلة وبيلعب في المنتخب الأولمبي. أعتقد إنه هيكون بديل ممتاز لشيكابالا. اللاعب التشيلي الفلسطيني الأصل سالوم تحت منظار الزمالك. مهاجم كويس، بيشوط برجليه الاتنين، بيلعب بدماغه كويس. مش هيتأيد كأجنبي لأنه أصله فلسطيني ومعاه الجنسية، بس في أخبار أكيدة إن النادي بتاعه رافض يفرط فيه، بس لسه فيه مفاوضات. الرقم بيتكلم حوالي في 600,000 دولار. فشل انتقال مصطفى فتحي لتورينو الإيطالي. خبر مش عارف افرح بسببه ولا ازعل. طبعا فرحان عشان السافل مكمل في الزمالك، بس خايف برضو ان ده يأثر على مستواه وتركيزه ونبقى خسرنا لاعب موهوب ومهم جدا لمصر وللزمالك. يا رب اللي جاي يكون احسن، وخاصة بالنسبة لمصطفى. مصطفى عنده كتير قوي يديه، وخاصة انه في السن ده. على الله بس كلام احمد مرتضى منصور يتنفذ ويجيله عرض احسن ونشوفك بره يا مصطفى. بالتوفيق.
لكل بقرة بيقول ان احمد الشناوي هرب من ماتش مالي. الاشاعات اثبتت ان الشناوي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية نتيجة للانقاذ اللي قام بيه بعد غلطة غير مبررة من النني، واللي كانت اي حارس في مصر هتخش فيه جون، وهيحتاج اكتر من 4 اسابيع للعلاج. الشناوي هيرجع مصر للزمالك ومنها على المانيا. الشناوي لو من النوع اللي بيهرب كان هرب يوم ماتش النجم الساحلي ولا يوم الوداد في المغرب. بس هقول فيكم ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. لغاية كده انتهت حلقتنا. ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. بلاش تنسوا لايك وشير واشترك معنا في القناة. خواطر زملكاوي.